السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. تعالوا شوفوا وصفتنا النهاردة قد ايه هي سهلة ولذيذة وبسيطة، هتعجبكم جدا ان شاء الله، انا متأكدة قوي، وخاصة الناس اللي بتعشق بقى الكريم كراميل وبتحب البودنج، الحلويات الناعمة الكريمي الجميلة اللي بتقولك غمض عينيك واحلم معايا. تخيلوا الحلو ده كله معمول من ايه؟ معمول من البطاطا بتاعتنا اللي احنا بنشويها او بنسلقها. هنقدمها النهاردة في شكل كريم كراميل تحفة، لذيذ كريمي ناعم دايب جدا. بصوا، واحلى ما فيها ان مفيش فيها سكر خالص، يعني لو بتعملي دايت او خايفة على وزنك يزيد ما تخافيش. انا هنا مكوناتنا 3 مكونات سهلة وبسيطة وان شاء الله موجودة في كل بيت. لتر من الحليب، كيلو من البطاطا بقشرها وبغسلها بالشكل ده كده، 2 باكت من الكريم كراميل ومعاهم الكراميل بتاعهم، ومعايا كيس من الفانيليا. طريقتنا سهلة وبسيطة جدا، نسمي الله وهنبدأ مع بعض. بقطع البطاطا بتاعتي شرايح رقيقة خالص بالشكل ده. مش حابة تقطعيها وهتسلقيها على طول براحتك، بس انا بحب اقطعها كده بحيث ان هي تتسلق معايا بسهولة وبسرعة وتبقى معايا ما تاخدش وقت. تمام، فبقطع البطاطا بتاعتي كلها شرايح رقيقة بالشكل ده كده وبسلقها. وكمان حابة اقولك لو عندك بطاطا مسلوقة والولاد ما حبوش ياكلوها، تقدري تقشريها وتعملي معايا نفس الخطوات بتاعتك بالظبط وتقدميها للولاد بشكل جديد. يعني ما تلتزميش ان انا لازم يكون عندي بطاطا واسلقها واجهزها من اول وجديد. بسلق البطاطا بتاعتي كده، بحطها في حلة، بحط عليها بس كوباية من المية علشان تتسلق معايا بسهولة وبسرعة، وبحطها على نار هادية خالص علشان تتسلق وتدوب معايا كويس. في الوقت ده بكون جهزت القوالب بتاعتي اللي انا هحط فيها. بحط فيها بقى الكراميل بتاعنا الاول في القوالب اللي انت عايزاها، او ممكن تحطيها في كوبايات او في كاسات او في قوالب صغيرة او في قالب واحد كبير زي ما تحبي خالص. وهنجيب الكيلو الحليب بتاعنا وهنقلب فيه الاتنين باكت بتوع الكريم كراميل بالشكل ده كده، والحليب بتاعنا طبعا بدرجة حرارة المطبخ. انا هنا كده بدأت اهرسها الاول بالهراسة عشان اضيف عليها الحليب، بس حابة اقولك لو مش عايزة تعملي كمان الخطوة دي، حطي كله على بعضه بقى في الخلاط، لان انا كده كده هضربها في الخلاط. فممكن تضيفي البطاطا بتاعتك بعد ما اتسلقت على الخلاط على طول، وهنحط عليها الحليب اللي متدوب فيه كريم كراميل ونضربهم مع بعض في الخلاط، علشان البطاطا مع اللبن مع الكريم كراميل في الخلاط مرة واحدة واضربوهم. وبعد كده بقى حبيت ان انا اعديها على مصفى ناعمة عشان اتأكد ان مفيش فيها اي كتل خالص، والخليط يطلع معايا كريمي زي ما انتوا شفتوا بالظبط. على نار هادية ايدي بتستمر في التقليب علشان البطاطا ما تلزقش معايا. انتوا عارفين البطاطا فيها نسبة من النشا، فممكن تلزق منك وتعمل معاكي تكتلات، مش عايزين احنا نوصل للمرحلة دي. بقلب كويس باستمرار، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق لحد ما يبدأ الحليب يغلي معايا. انتوا عارفين طبعا ان الكريم كراميل مش بيمسك وهو على النار، مش بيمسك الا لما يبرد، فلازم اقلب كده لحد اول ما توصل معايا لمرحلة الغليان وتبدأ كده من النص. شايفين الفوران اللي بيحصل ده؟ اول ما الفوران ده يحصل معايا بالشكل ده كده، خلاص كده تبقى جاهزة معايا. هبدأ بقى احطها في القوالب اللي انا مجهزاها وصبة فيها الكراميل بالشكل ده كده. هي بسم الله ما شاء الله عملت معايا القالب الكبير ده بالشكل ده كده، وكمان عملت معايا قالبين كمان من القوالب الصغيرة، فما شاء الله الكيلو اللبن بيعمل معايا كمية حلوة قوي. بضيفهم كده في القوالب وبخلي بالي ان انا اطلع لو هوا او اي حاجة، بخبط خبطتين كده على القالب علشان يطلع معايا مظبوط من جوه ومفيش فيه فراغات. بحطها بقى في التلاجة لما تجمد وتمسك نفسها، تقعد حوالي ساعتين 3 حسب بقى التلاجة بتاعتك، وبعدين بتطلع معايا بالشكل التحفة ده. مجرد ما بهزها هزة خفيفة الكراميل كده بتحرك وبتتقلب معايا بمنتهى السهولة. شايفين نزلت اهي معايا سهلة جدا، ما لا لزقت ولا اي حاجة. بتلمع بقى وشكلها تحفة، وريحة الكراميل مع البطاطا، بصوا طعمها خيال، ريحتها وشكلها بجد حلوة جدا. انا ما كنتش مصدقة ان كل ده يطلع من البطاطا. شايفين بقى تحفة ازاي؟ طعمها بقى حلو جدا، احلى ما فيها السكر، مناسبة جدا للاطفال، مناسبة جدا في جو الخريف الدافي اللي احنا فيه ده. هتعمليها بقى كده وتقعدي تستمتعي بطعمها. اتمنى تجربوا الوصفة بجد حلوة قوي، هتعجبكم. اتمنى تسيبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش طبعا اللايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتدعموني ان شاء الله عشان استمر معاكم في فيديوهات جديدة من مطبخ نور. اشوفكم على خير، سلام.